ما اقول مشتاق لكم، الماقة حزين. عندي فيديو ما اعرف اشغل لكم اياه او لا، صار لي ساعة افكر او ما اشغله او اشغله. قاعد تقولون ليش حيدر حزين لهاي الدرجة؟ صاير الحيدر طبعا باع والله اكو فيديو جديات ما اريد افتحه لانه يضوجني ويحزنني جديات. ممكن هذا الفيديو طرب عند البقية والله هم لا شماته. هذا عند صاحبي يحاول يغثني بطريقة ما، دائما يدز لي مقاطع لشخص انا احبه، مقاطع حزينة بحيث يعني يخرب المود مالتي. بس ادز الفيديو ظهر بدقة عالية. اللي ما يعرف اني اكبر عاشق للدون كريستيانو رونالدو. طبعا انا اول مرة بحياتي احكي بشيء يتعلق برياضة اصلا بلاعب او شيء بقناتي. طولة مسيرة حياتي ما حد يعرف عني ميولي برياضة ومن احبه من اكره. هالفترة كريستيانو رونالدو عاش فترة صعبة، اي واحد يحبه ينتبه لهذا الشيء واللي ما يحبه راح يشمت. طبعا لاحظت وايد ناس تقلل من قيمته، مثل كل العاشقين لما يحبون شخصية يتاثرون بيه بحزنه وفرحه وكل شيء. صديقي نذل، هذا الصديق اتمنى يكون عندكم دائما. دز لي فيديو اذا ضوجني قسما بالله على ستر راح تشوفني، اذا ما احضرك اطلعك من حياتي انا مو حيدر. اوكي تعالوا نشوف الفيديو سوا. دائما واو الدقة عالية. كريستيانو رونالدو يقضي أيامه الأخيرة في عالم كرة القدم، حتى وإن ودع منافسات هذه البطولة وخرج منها لا بد حقيقة بأن يكون شاهدا على كريستيانو رونالدو خلال مسيرته في عالم كرة القدم. حتى وإن كنت حاقدا فدع الحقد على جنب، كن شاهدا على التاريخ، عيش الفترة واعلم بأنك محظوظ وأنت تشاهد كل هذه الأرقام تتحطم أمام عينيك، ومن يحطمها هو لاعب واحد. هذا الانسان ابد ما يستاهل هذا الشيء اللي جاي يصير له، مع الاسف اللي يخلي بيه دون كريستيانو شمت بيه. شوفوا بالنسبه لي كرة القدم كريستيانو رونالدو هاي بالنسبه لي هذا الانسان ما يستاهل اللي يصير بيه. بسنه واحده تخيلوا او شهرين ابنه توفى، ناديه عامله معامله خايسه مو حلوه ابدا ما تليق افضل لاعب بالعالم، ذات هو فريق يحبه نادي يقول له انت غبت عن التدريبات مزاجك يا بقى لهم انا ابني ميت يعني حالتي النفسيه تعبانه جاي اراجع طبيب نفسي ليش ما تصدقون، وقعد دكه احتياط عقابا الك ودرب معامله وسخه، ومو لانه هو فشل تنقهر عليه، لانه هو ما يستاهل اللي جاي يصير بيه. حاربوه هو بوقت كان محتاج المسانده المعنويه، واخر شيء حلمه اكبر كان كاس العالم. ما كنت متخيل في يوم يفوز بكاس العالم لانه فريق متواضع، مهما وصل مرحله ما يوصل فرنسا الارجنتين ومن طلع من كاس العالم من بدا يبكي انا هنا صعبة حلم يتحطم قدامك. نفس الوقت هو اثناء ما يلعب كاس العالم حاربوه، تعرفون ولا ما تعرفون؟ ما لاحظتوا انه الشائعات والاشياء المو حلوه تطلع على كريستيانو رونالدو نفس يوم المباراه اللي عب بيها او قبل يوم؟ هي تكسر معنويات اللاعب، مو عبالكم سهله. انا هسه اشوف كومنت واحد يقول لي هاي الحلقه مو حلوه طاح حظك، حتى التعليقات الحلوه البقيه اشوفها بس ما استمتع بيها، احس انه نقص. كيف هذا شخص كل الاعلام حاربه؟ يعني محاربه غبيه بصراحه. يوم اللي كريستيانو طلع من كاس العالم صار عندي ارق ما قدرت انام، مو لاني كنت ما متوقع يطلع من كاس العالم، لا صراحه كنت متوقع يطلع من كاس العالم، بس انقهرت لانه كميه الحزن اللي صار عند هذا اللاعب، كميه التنمر الشماته بهذا اللاعب، هذا يدل على شيء واحد، حرقكم وفلشكم وفجركم سنين. افضل دائما
دائما بدون كاس عالم، مع كاس عالم، بدون دور ابطال، بدون اهداف، على مقاعد البدلاء، رأس حربة، حارس مرمى. كريستيانو رقم 1 بكرة القدم، مع التحكيم، بدون تحكيم، مو مثل بعض الناس فيفا تميل لهم، فيفا مدلعتهم ومسويتهم طفل مدلل. هذا المقطع جدا خلاني احزن، بس ما اطلع حزني، يعني انا من النوع اللي حتى قدام اهله ما اطلع حزني. تصبحون على خير شباب.